اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اللعيب على MBC مصر. في البدايه طبعا بننعي ببالغ الاسى وفاه المستشار الجليل احمد البكري الرئيس المكلف باداره نادي الزمالك، وبنتقدم بالتعازي لاسرته واصدقائه وكل اسره القضاء المصري العظيم والكيان الكبير كيان نادي الزمالك ولكل جماهيره. النهارده كله كان حزين، لكن طبعا البقاء لله وربنا يرحمه. لكن اللفته بتاعت كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي كانت لفته اكتر من طيبه، وده ان يدل ان احنا ايد واحده وقت الشده. كلنا بننسى انتماءاتنا، كلنا بنبقى ايد واحده، كلنا ما فيش اهلي وما فيش زمالك، لا في اهلي ولا في زمالك في مصر، كلنا بنبقى حاجه واحده منصهره على بعض. بننسى انتماءاتنا، بننسى احنا مين. بلاش كرة القدم تخلينا عصبيين، بلاش كرة القدم تخلينا نكره بعض، بلاش كرة القدم تخلينا اللي قدامك ده احكم عليه انت اهلاوي ولا زملكاوي. انا بحكم عليك انت اهلاوي زيي، تمام زي الفل. انت زملكاوي، ما تبقاش دي الموضة. خلينا نتفق ان الكورة كورة، كورة كورة تقعد تتفرج عليها، تشجع فريقك، تشجع اللي انت عايزه. انا مش محضر والله اللي انا بقوله، لكن طبعا وفاة المستشار الجليل احمد البكري لقيت رد فعل من النادي الاهلي، رد فعل سريع، سواء بالمواساة سواء بالتعزية سواء بالحضور. يعني مش مجرد كلام، ده مواساة وحضور. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. ونادي الزمالك اكيد كان هيعمل كده، هو ده نادي الزمالك. هي دي الحالة اللي بينا، هي دي الكورة، هي دي الرياضة. هي الرياضة كده بتقرب ما بتبعدش. الناس اللي نفوسها ضعيفة هي اللي بتخش في النص، الناس اللي بتستفيد هي اللي بتخش في النص، الناس اللي ليها مصالح هي اللي بتخش في النص، الناس اللي بتسخن هي اللي بتخش في النص. خلي بالكم، الكرة في مصر اهلي وزمالك، اسماعيلي واتحاد ومصري وكل حاجة، بس اهلي وزمالك. لان حتى يعني في كل نادي الاتحاد مثلا هتلاقي فيهم اهلاويه وزملكاويه. البورسعيديه طبعا متعصبين جدا للنادي المصري، لكن هتلاقي فيهم اهلي وزمالك. اسماعيليه نفس القصه، بس هتلاقي فيهم اهلي وزمالك. اي بيت فيه اهلي وزمالك، وده قدر الانديه الكبيره زي برشلونه زي ريال مدريد. مش في اسبانيا بس، في العالم كله الناس بتشجع. في انجلترا كل واحد ليه انتمائه. فبلاش الكوره تفرقنا، بلاش الكوره تعصبنا، بلاش الكوره تخسرنا من بعض. خلي الكوره تقربنا، خلي الكوره تجمعنا، خلي الكوره تخلينا نتبادل الافكار، خلي الكوره تفتح باب للنقاش بينا. ما تخليش الكوره تفرق بينا. ادي اهو. طبعا البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه ويصبر اهله. ودكتور اشرف صبحي خطيب جنبه، هو كابتن فاروق جعفر. طب عايزين ايه تاني بقى؟ ده تقريبا صلاة الجنازة. طب عايزين ايه؟ احمد سمير ده تقريبا لاعب نادي الزمالك. كابتن فاروق، كابتن خطيب. يا عم هات الصورة على الكابتن خطيب. ايوه ادي كابتن خطيب واقف اهو، اهو، وجنبه الدرندلي. الله. وادي وزير الرياضة. فين كل ده؟ الله يرحمك يا سيادة المستشار احمد البكري، ما لحقتش. راجل محترم، كان ليه هيبة كده وطلة وهو داخل نادي الزمالك، كان سعيد بدخوله نادي الزمالك. الله يرحمك. محمد مرجان. وادي الاستاذ القدير الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي بيصلوا. يا جماعه يعني، يا جماعه يعني الدنيا صغيره قوي 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 قوي، مش محتاجه كل اللي بيحصل ده.
بقول لكم في ناس بتستفاد من الكلام ده، والله في ناس بتستفاد من الكلام، انا بحلف. في ناس عايزه الكلام ده، بالنسبه لها شغل، بالنسبه لها شغل. طيب، البقاء لله تاني وتالت مره للمستشار احمد البكري، وبنعزي كل الزملكاويه وكل جمهور الزمالك وكل محبي نادي الزمالك، وادي اهو كل اعضاء مجلس اداره نادي الاهلي بالكامل، وده نفس الاستاذ طارق قنديل، يعني كل الناس موجوده. هو ده اللي احنا متعودين عليه طول عمرنا، دايما الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه. مفيش كوره من غير الاهلي ومفيش كوره من غير الزمالك. طيب، استاذ عصام